اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب. هعمل معاكم شوية عدس. طبعا بقى الشتاء بيحب العدس. هعمل بقى معاكم شوية عدس كده، انا كنت عاملاه على القناة قبل كده، بس طبعا نعمله تاني للي ما شافش الطريقة، يعني هعمله معاكم تاني. المهم بقى جبت حلة كده ونزلت بيها، نزلت فيها بحتة سمنة. انا العدس بحب ان انا اشوح الخضار اللي عندي كله، مش بحب يعني احط الخضار ومية وكده، لا انا بحب الاول اشوح الخضار اللي عندي كله وبعد كده بقى بنزل بالمية المغلية. وصدقوني بيدي تيست حلو قوي للعدس. جربوه بالطريقة دي، ما تكتروش، جربوه، بس انا واثقة انه هيعجبكم قوي وهيدي طعم حلو قوي للعدس معاكم. اول حاجه طبعا عملتها زي ما قلت لكم، حطيت حته سمنه كده تسخن عندي في الحله، وبعد كده جبت بصلايه كده متقطعه كده 4/4، وكمان نزلت بقى ايه، اديتها تشويحه كده حلوه مع بعض وبتدبل. بس كده نزلت عليها بكام فص ثوم، اول برضو ما ريحته كده بتطلع عندي. هنزل عليه بقى، عندي جزر مقشراه ومقطعاه وغسلاه طبعا. هنزل عليه بقى كده واديله برضو تشويحه. بنشوح الخضار اللي عندنا كله عشان السمنه اللي عندنا كده تتغلف بالخضار اللي عندنا، بيدينا طعم حلو قوي في العدس. انا جربت الطريقه قبل كده، كنت عملته قبل كده مره بالطريقه اللي هي المعتاده، يعني اللي كنا عارفينها. وجيت في مره قلت طب انا اجرب مثلا ان انا اشوح مثلا الخضار، هشوف بقى طعمه هيبقى عامل ازاي. كنت مجربه في شويه صغيرين قبل كده ولقيت طعمه حلو قوي، وجوزي قال لي طعمه حلو قوي، فبقيت بقى معتمده الطريقه بتاعتي دي وما بعملش العدس غير بالطريقه دي. خلاص بقى كده كنت غاسله عدس اصفر، وكمان بنغسله كذا مره لغايه اما الميه بتاعتنا تبقى بيضه كده وحلوه. بعد كده بقى بنزل برضو عليه مع الخضار اللي عندي وبديله برضو تشويحه حلوه قوي. كل حاجه كده بديها وقتها. جبت بقى بطاطسايه كده، مرضتش انزل بيها قبل العدس لان انا مش عايزه البطاطس تاخد عندي لون، انا بس بديها تشويحه صغننه خالص كده مش اكتر. خلاص اديتها برضو تقليبة كده، ونزلت بقى ايه بطماطماية كده او طماطمتين كده صغيرين برضو مقطعهم كده. كده كده طبعا احنا مقطعين الحاجة مش صغيرة، لان احنا لما بيستوي بنضربه طبعا في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر بتضربيه بيه برضو. تمام. فطبعا بنسيبه يستوي براحته، واهم حاجة العدس يستوي كويس والخضار اللي عندنا عشان ينضرب في الخلاط عندنا على طول. خلاص بقى بعد ما شوحته بنزل بمية مغلية، اهم حاجة مية مغلية. بصوا بقى لون العدس كده قبل ما يستوي لونه حلو ازاي. خلاص بقى كده بديله تقليبة كده حلوة بعد ما بزود له المية، ولو احتاج مية تاني بنزود له برضو مية مغلية، مش بنحط مية باردة خالص. خلاص بقى كده هغطي عليه واسيبه بقى يستوي براحته، وهدي عليه النار كده يستوي براحته. هنا بقى كان العدس بتاعي خلاص استوى وكل حاجة عندي استوت. بنختبر الخضار استوى ازاي بالشوكة كده. خلاص لقينا استوى بنطفي عليه بقى وبنسيبه يهدى، اهم حاجة عشان الخلاط بتاعنا مش ما يبص. قلت بقى كده لغاية ما يهدى براحته احمر بقى ايه شوية بطاطس كده جنب العدس بتاعنا. جبت الطاسة وطبعا الزيت وقدحته ونزلت عليه بالبطاطس. خلاص بقى كده بعد ما ضربت العدس عندي جبت حلة بقى كده نضيفة وحطيتها برضو على النار. هنزل بقى بحتة سمنة برضو كده حلوة، وعندي بقى كام فص توم كده مدقوقين كويس، وهنديهم تشويحة حلوة كده. اول ما اشم ريحة التوم كده هنزل عليه بقى بالعدس اللي عندي اللي احنا ضاربينه طبعا في الخلاط. بس بقى قوامه حلو قوي ازاي وناعم جدا، عشان طبعا سيبنا الخضار يستوي براحته. بدي بس تقليبه كده وبزود برضو لغايه اما احط كميه العدس اللي عندي.
طبعا بقى احنا مش بنحط البهارات في الاول ولا اي حاجة، احنا طبعا بعد بقى كده بنبتدي بقى نحط البهارات. بحط بقى مكعب مرقة، وبقى شوية كزبرة ناشفة، وفلفل اسود، والملح بتاعنا. بنظبط بقى الملح بتاعنا. نحط بقى رشة كمون بسيطة، مش كبيرة يعني، بسيطة خالص. بديله بقى تقليبة كده. كان ريحته تحفة، ريحته حلوة قوي. بعد ما بقلبه بقى بسيبه كده يغلي غلوة بس على النار كده. بدوق هنا بقى الملح بتاعه، لقيته مظبوط. هنا بقى هغطيه واسيبه يغلي غلوة كده او غلوتين. هنا بقى البطاطس بتاعتي خلاص كانت قربت تتحمر، وطلعتها وغرفت بقى العدس بتاعي. تحفة يا جماعة البطاطس المحمرة. واكيد بقى بصل اخضر وليمون. انا عندي هنا جوزي وابني بيحبوا ليمون، انا غيرهم، انا مش بحب الليمون على العدس، بحب يعني ان انا اكله كده. صراحة بقى كان طعمه حلو قوي، وريحته جميلة. متنسوش تجربوا الطريقة بتاعتي، ولو حد جربها يكتب لي في الكومنتات عجبته ولا ايه. واهم حاجة لايك وشير وتشتركي في القناة. وبس كده اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم.